تعرف ان انت ممكن تخلي الشات جي بي تي يشتغل عندك كموظف دعم فني او مساعد شخصي ليك. والنسخه المدفوعه من الشات جي بي تي فيها مميزات قويه جدا وجمهور كتير مش عارفها، حرفيا ممكن تختصر عليك وقت ومجهود جبار. اسمها الجي بي تي اس، ودي بقى نسخه ذكيه جدا انت اللي بتصممها وتبدا تعرفها تشتغل ازاي وتخدم مين. وبكل سهوله تقدر تعمل جي بي تي خاص بيك من غير ما تكتب اي كود، وده من خلال ان انت مجرد بس هتجاوب على اي اسئله. هيبدا يسال هنا ايه المجال اللي هيشتغل فيه، هيرد على ايه، وبانهي صيغه عايزه يرد عليك. وبالطريقه دي تقدر تخليه يرد على استفسارات عملائك او مشروعك. وتقدر كمان تخليه مساعد شخصي ينظم اجتماعاتك ومواعيدك ويكتب لك محتوى ويطلع لك افكار، ويبقى مساعد قوي جدا في مجالك، سواء كنت محامي او دكتور او مدرس او ايا يكن. ولو عندك خلفيه تكنيكال بسيطه تقدر توصله باي بي اي وتخليه يشتغل جوه الويب سايت بتاعك، او تخليه يشتغل كسيستم جوه شركتك. يعني فعليا شات جي بي تي ممكن يشتغل بدالك اي شغلانه انت بتشتغلها. والميزه دي قويه جدا للناس اللي عندها بروجكتس او بتحب تنظم شغلها وتوفر وقت عشان تبدا تستثمره في تاسكس تانية. وانا من رايي دي مجرد بدايه. قول لي في الكومنتات شايف الاي اي ممكن يوصل لفين تاني، وهل استخدمته قبل كده ولا لا.